السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في كورس الفريلانسنج المقدم من أكاديمية دعم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم بشيء أكتر من التفصيل عن محتوى الكورس بتاعنا. فالأول حابين نبدأ بسؤال، مثلا إيه هي الأسباب اللي تخليك تبقى فريلانسر؟ يعني فمثلا إيه؟ فمن أهم الأسباب اللي تخليك تحب أو تبدأ العمل الحر أو الفريلانسنج إن هو بقى واحد من أسرع الأساليب، أساليب الشغل نمو في العالم دلوقتي حاليا. يعني ده حتى كان في إحصائيات أبورك قديمة، أعتقد إحصائيات قديمة أبورك كان عاملها في، كان بيقول إن في 2020 هيبقى واحد من كل اتنين أمريكان بيشتغلوا كفريلانسر، فأكيد النسبة دي زادت قوي. تمام. وسبب تاني إن أي حد ممكن يكون فريلانسر، سواء كنت طالب جامعي لسه بتدرس أو أي طالب، أو كنت موظف وحابب تشتغل شغلانة جانبية جنب وظيفتك الأساسية بحيث تزود دخلك. وكمان لو واحد مثلا نمط حياته مش مناسب للوظيفة التقليدية اللي احنا ممكن نبدأ نشتغل من الساعة 9 للساعة 5، أو حتى الناس اللي طلعت فوق المعاش وحابب يبقى عنده مصدر دخل وهو عنده خبرة كبيرة في مجال معين. لكن عشان تبقى فريلانسر ناجح الموضوع محتاج أكتر من مجرد المهارة التقنية اللي عندك، لأنك هتشتغل لوحدك. تمام. فأنت محتاج يكون عندك مهارات إضافية مهمة جدا، وهي إيه؟ مهارات في البيزنس، مهارات تنظيمية، ومهارات تواصل بينك وبين العميل أو اللي احنا بنسميها السوفت سكيلز. في مهارات البيزنس هنهتم بإيه؟ هنهتم إن أنت تحط أهداف واضحة ومحددة لنفسك عشان تقدر تتخطى نقاط ضعفك في المجال بتاعك. تمام. وتبقى ليك مكانة مميزة في السوق، تعرف تسوق لنفسك وتعمل براند شخصي ليك أو بيرسونال براندنج يعني بطرق مختلفة. تقدر تحدد سعر الساعة بتاعتك أو المشروع بشكل صحيح ومناسب. تمام. وتهتم بتفاصيل البروفايل بتاعك الموجود أونلاين على المنصات، وتختار الوظيفة المناسبة ليك. تاني نقطة هنتكلم فيها هي المهارات التنظيمية بتاعتك. ازاي تعمل إدارة لوقتك ووقت مشروعك بكفاءة، وتدير الوقت المطلوب لكل مهمة بدقة قبل ما توافق عليها، وطرق إدارة المشروع بشكل احترافي، واختيار مكان أو البيئة أو بيئة العمل بتاعتك بحيث إنها تكون مريحة ومناسبة للإنتاجية بتاعتك وتزودها. تالت حاجة هنركز عليها هي مهارات التواصل اللي بينك وبين العميل. ازاي تتعامل مع العميل بطريقة محترفة، سواء كان الكلام بينك وبينه كلام شفهي زي مثلا في التليفون او ميتنج اونلاين، او كتابة ايميلات او رسائل. ده بالظبط الهدف من الكورس بتاعنا باختصار، هنمدك بفهم واضح وعميق لكل المهارات المطلوبة وطرق تطبيقها عمليا عشان تقدر تبدأ مشوارك كفريلانسر.